يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. بنحتاج عيش التورتيلا في وصفات كتير جدا. هنعمله مع بعض النهاردة بأسهل وأظبط طريقة. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وبخطوات سهلة وسريعة وعجينة ناجحة 1,000,000%، هنبدأ نجهز مع بعض أحلى عيش تورتيلا في البيت. نص كيلو من الدقيق أو 4 أكواب معيارية من الدقيق، وهنا أنا استخدمت دقيق خاص بالمخبوزات. وهنخل الدقيق عشان أحجز أي تكتلات أو شوائب موجودة في الدقيق. وهضيف له نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهقلب المكونات الجافة مع بعض كويس. ولكل كوباية دقيق معلقة كبيرة من زيت الطعام. أنا ضفت 4 كوبايات دقيق، بنزل عليهم ب4 معالق كبيرة من الزيت. هقلب الزيت مع الدقيق في الأول بالمعلقة، وبعدين هقلبهم بإيدي كويس جدا عشان أتأكد إن الدقيق اتغلف بالزيت. 1.5 كوب مية سخنتهم لدرجة الغليان. هنزل بأول كوب معياري من المية المغلية على الدقيق، وبالمعلقة هقلب الدقيق والمية لحد ما المية تهدى شوية، وينفع إني أبدأ أعجن بإيدي. وأول ما العجين يبقى دافي، ينفع إني أعجن فيه وألمه بإيدي من غير ما تتلسع. هبدأ ألم العجينة وأعجن. حسيت إن العجينة ناشفة شوية، بقية المية المغلية النص كوباية هنزل بربع كوباية بس على العجينة. ولو المية سخنة جدا لسه ما بردتش، بصبر 3-4 دقايق لحد ما درجة حرارة المية تهدى وإيدي تتحملها وأقدر أعجن فيها بمنتهى السهولة. والمية السخنة المغلية هي اللي بتدينا نتيجة زي الجاهز بالظبط. العجينة اتلمت معايا وحسيتها ناشفة شوية. هبدأ أزود المية في المرحلة دي بالمعلقة، وهستمر في العجن لحد ما تديني عجينة طرية وفي نفس الوقت متماسكة. وعلى الرخامة أو على مفرش العجن ببدأ إني أفرد العجينة بالطريقة دي كده أكتر من مرة. وهستمر في العجن لمدة ما تقلش عن 15 دقيقة وأنا بعجن. لو حسيت إن العجينة بدأت تنشف تحت إيدي، بضيف لها برضو معلقة من المية في قلب العجينة والمها بالمنظر ده كده، وارجع أفردها تاني. وكده أكون أنا استخدمت 1.5 كوب من المية المغلية لنص كيلو من دقيق المخبوزات. وكمية المية بتختلف على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. أهم حاجة العجينة تكون طرية متماسكة. هنغطيها ونسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. وعشان أسهل على نفسي الخطوة اللي جاية، هفتح كيس تلاجة أو كيس سندوتشات من تحت ومن الجنبين وافرده فوق مفرش العجن. هلف العجينة واديها شكل اسطوانة طويلة، وبالسكينة هقسم العجينة لنصين، وهقسمها لكرات على حسب حجم رغيف التورتيلا اللي انتي محتاجاه. قسمت العجينة ل10 قطع، وبفوطة نضيفة هنغطيهم ونسيبهم يرتاحوا 10 دقايق. ولسه فاردين الكيس البلاستيك فوق مفرش العجن، وعلى رش دقيق هنفرد عليهم العجينة طرية جدا، عاملة زي القماشة بتتفرد بسهولة. وعشان أسهل على نفسي عملية الفرد، هأغطي سطح العجينة بكيس تلاجة وأبدأ أفرد بالنشابة من جوه لبره. وعشان العجينة تتفرد معايا كويس وتكون طبقة رقيقة جدا وشفافة، لو حطيت ايدي تحت العجينة ايدي تبان، بمسكها وببدأ اني امطها بايديا بالنشابة. هرجع اظبط ارتفاعاتها مرة تانية. كده اتأكدت ان رغيف التورتيلا كله سمك واحد. وعشان الرغيف ياخد الشكل الدائري الجميل، هحط طبق فوق العجينة وبالسكينة هبدأ أشيل أي زيادات وأديله الشكل الدائري. والكيس البلاستيك اللي أنا فرداه تحت العجينة هيساعدني إني أرفعها بمنتهى السهولة، وأرصهم في طبق كبير وأديهم رشة من الدقيق قبل ما أحط فوقيها الرغيف التاني. وهجهز الكمية كلها بنفس الطريقة.
وهنتوصى كويس قوي بطبقة الدقيق اللي بين كل رغيف والتاني عشان ما يلزقوش في بعض، لأن في الأول وفي الآخر هما لسه عجينة ما دخلوش في عملية التسوية. بالنسبة لعملية التسوية عندي طاسة غير لاصقة على العين المتوسطة، هسخن الطاسة كويس جدا، أهم حاجة النار ما تكونش عالية. هبدأ إني أحطها على الوش الأول لمدة دقيقة كاملة، بعد كده هقلبها على الوش التاني واسيبها برضو على النار لمدة دقيقة، يعني دقيقة على كل وش من الوشين. ويكون قريب من إيدي طبق متغطي بفوطة مطبخ، هرصهم في الطبق وهم سخنين وغطيهم بفوطة المطبخ كويس جدا عشان ما ينشفوش ويفضلوا محتفظين بالطراوة بتاعتهم. عيش التورتيلا في البيت دلوقتي بقى مهم جدا، مش بس بنعمل منه سندوتشات، لا ده بيخش في وصفات كتيرة. ولو انت مهتمة بصحة ولادك عايزة تبعديهم بقدر الإمكان عن الفاست فود والأكل من بره، لازم عيش التورتيلا دايما تنوعي وتغيري وتقدمي بأكتر من طريقة. هنساعد ولادنا إن هم يبعدوا عن الأكل الجاهز، ونفهمهم ونعرفهم ونأكد لهم إن أكل البيت أحلى مليون مرة من الأكل الجاهز. جربيه، هتوفري فلوسك، هيعجبك ويعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.